السلام عليكم واهلا وسهلا ومساء الخير عليكم ومساء الانوار. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم والمهمات الغاليات؟ اش كتعاودوا؟ صحتكم مزيانه؟ الامور هانيه؟ كلشي بخير وعلى خير، وكنتمنىكم كيف العاده تكونوا كاملين على خير وبخير وما يكون ناقصكم ان شاء الله حتى شي خير. اليوم مع فيديو جديد غادي نشارك معكم هاد التشكيله ديال الحلوى ديال العيد، لواحد الحلوى كتجي بنينه وهشيشه سهله ماهله اقتصاديه وجديها حتى لاخر لحظه، ما فيها لا عذاب لا تماره لا كثره المكونات. عجينه وحده غنخرجوا تشكيلات كاملين، مذاقات مختلفه وحتى الاشكال كيكونوا مختلفين. واهم حاجه البنات ما غاديش نحتاجوا لا مرشم لا والو، ندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير. انا اول حاجه البنات خديت 250 غرام ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، ضفت عليها واحد الكاس ديال السنيده، وضفت عليها واحد نص كاس ديال السكر كلاصي. ممكن تستعملوا 2 كيسان، انايا نقصت من الكاس الثاني لانني غادي نزينها بالكوفيتير والعسل، وغادي يكون فيها حتى الشوكولاط، داكشي علاش حيدت واحد النسبه قليله ديال السكر سنيده. صافي هنايا كندير واحد القبيصه الملحه وجوج اكياس ديال سكر الفاني. غادي نخدم هاد الزبده مع السكر مزيان حتى كينسجموا لي المكونات. ضروري البنات في هاد المرحله كنخدموا الزبده مزيان حتى كتخدم لينا، وعاد غادي نبداو نضيفوا الزيت. بالنسبه للبنات الزيت غادي ندير 2 كيسان ديال الزيت، راه كتخرج لينا كميه اللي هي كثيره، 140 حبه واكثر اللي كتخرج لينا هاد الحلوه. كما شفتوا معايا انا 3 ديال البلاطوات اللي خرجت ليا، اشكال اللي هما مختلفين ومذاقات اللي كيكونوا مختلفين، واهم حاجه كتجي لذيذه وكتجي شيشه. صافي هنا كما شفتوا معايا بعد ما خدمت هذيك الزبده مع السكر كنولي نضيف الكاس الاول ديال الزيت، وانا كنخلط، ما نديرهمش البنات بجوج في خطره واحده. كندير الكاس الاول كنخلط مزيان، من بعد كنضيف الكاس الثاني ديال الزيت وانا كنخلط. بعد ما كينسجموا لي المكونات كاملين والخليط كيولي عندي على شكل كريمه، عاد كنولي نزيد واحد العلبه ديال الياغورت بنكهه الفاني، وغنضيف واحد 3 المعالق كبار ديال النشا اولا مايزينا. النشا البنات كتعطي واحد الهشاشه زوينه لهاد الحلوه، وحتى دانون فاني كيجي زوين مع الحلوه. غير جربوها البنات، انايا دائما كنحاول ندخل دانون في الحلوه، كيجي المذاق ديالو زوين والحلوه كتجي هشيشه. صافي هنايا كنخلطهم مزيان، من بعد غادي نولي نضيف الدقيق. وبالنسبه للدقيق ما غاديش نقول لكم بالضبط الكميه اللي درت انايا في الدقيق، لان النوعيه كتختلف. النوعيه اللي كنستعمل انا ماشي هي النوعيه اللي كتستعملي نتي او النوعيه اللي كيستعملوا الاخوات الاخرين، كل وحده وعندها النوعيه الخاصه بها اللي كتستعمل. داكشي علاش الدقيق كيبقى على حساب الخليط. الخليط ديال هاد الحلوه ما خاصوش يكون قاصح وما خاصوش يكون خفيف. ان شاء الله تشوفوا معايا في الاخير القوام ديالو كيفاش خاصو يكون. صافي هنا كنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، وضفت واحد الخماره وحده ديال الحلوه. صافي وكنخلط وكنبدا نضيف الدقيق غير بالتدريج حتى كنحصل على القوام اللي انا بغيت ديال هاد الحلوه هذه. كما كتشوفوا معايا هذا هو القوام اللي خاصو يكون فيه، ما كتجيش قاصحه، يعني ملي كنديروا صباعنا كيهبط معنا بسهوله. صافي هنايا غادي نقسم هاد العجينه هذه 4 ديال الكرات. غادي ندير 4 ديال الاشكال، ممكن ديروا حتى 5 ديال الاشكال، كيبقى لكم الاختيار. كل وحده تشكل وتنوع في الحلوه ديالها كيف ما بغات. اهم حاجه هي العجين ديال هاد الحلوه هذه. بالنسبه للكره الاولى غادي نخليها فيها المذاق ديال الفاني كيف ما هي، غادي نغطيها. والثانيه حتى هي، ولكن الاشكال ديالهم والتزيين ديالهم غادي يكونوا مختلفين. وبالنسبه للثالثه غادي ندير ليها القشور ديال البرتقال. بالنسبه للقشور ديال البرتقال انا كانوا عندي، كنت صوبت مركز ديال البرتقال كنت شاركته معكم. والقشور راه كنحتفظ بهم وقت ما احتاجيتهم، سواء في الحلوه او لا في البريوش او لا في الكيك كنجبدهم. كما كتشوفوا هنايا جبدته ودرت كميه ديال القشور ديال البرتقال، وكنحاول ندخلو في العجين صافي حتى كينسجموا ليا، وحتى هو غادي نغطيه. وبالنسبه للكره الرابعه وهي الكره الاخيره اللي غادي نضيف ليها فلون بنكهه الشوكولاط. وبطبيعه الحال نتوما راه كيبقى لكم الاختيار، داكشي اللي متوفر عندكم في الدار هو اللي ديروه. الا ما عندكمش الشوكولاط ديروا الكراميل، ما عندكمش الكراميل ديروا اي نكهه، يعني عندكم مبشور البرتقال او الحامض
اي حاجه نكهو بها. هنايا كندخل هذاك الفلو مزيان في العجينه صافي، ومن بعد حتى هي كنغطي عليها وغادي ندوز باش غادي نبداو نشكلو في الحلوه ديالنا. بالنسبه لبنات الشكل الاول غادي نديرو على شكل ريش بوند. غادي ندير غير وحده، ما غاديش نلصق وحده مع وحده. المهم عجينه وحده غادي نخرجوا منها واحد التشكيله ديال الحليوات العيد ساهلين واقتصاديين، واهم حاجه كيخرجوا لينا كميه اللي هي كبيره ما شاء الله، وكنحتفظوا بها راه ما كيوقع عليها حتى شي حاجه. وهنايا بالنسبه للشكل الاول كنديرو على شكل غريبه، والحجم ما كنديرهمش حجم صغير او لا كبير، كنديرهم حجم متوسط باش كتجينا غريبه. هي هذيك باقي غندير ليها الكوفيتير والكوك، كتجي غريبه زوينه، ما كتجيش كبيره بزاف وما كتجيش صغيره. وانتم راه كيبقى لكم الاختيار، الا بغيتو ديروها صغيره وتلصقوا وحده مع وحده ديروها. انا هنا فضلت درتهم عاديين، غريبه عاديه. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل لاطه الاولى، غادي ندخلها للفران حتى كتحمر، وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله الشكل النهائي ديالها باش غنزينوه. غادي ندوز للشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني البنات حتى هو راه ساهل ما فيش تعقيدات، كناخذ كميه وكنحربلها بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا معايا البنات هاد الحلوه راه ساهله، غير بعجينه وحده كما قلت لكم. واهم حاجه بلا مرشم، ماشي ضروري خاص يكون عندي مرشم باش انني نوجد الحلوه، وخاصني ندير بزاف ديال العجينه باش غادي نوجد حليوه العيد. غير بعجينه وحده بلا مرشم بلا تماره وجدي حليوه العيد كيجيو زوينين وساهلين ودغيا توجديهم. صافي هنا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل هاد اللاطه الثانيه حتى هي، وغادي ندخلها للفران نشعل عليها من التحت غير كتبدا تحمر ليا، كنشعل عليها من الفوق وكنخرجها حتى هي. وغادي ندوز للشكل الثالث. بالنسبه لبنات الشكل الثالث غادي نديرو على شكل هلال او على شكل كاع بغزال المهم على شكل هلال كما غتشوفوا. كناخذ كميه ديال العجين وكنحربلها وكنبدا نشكل فيها بهذا الشكل هذا حتى هي راه ساهله ودغيا دغيا كنوجدوها. صافي وغادي نحطها في اللاطه. غادي نستمر بنفس الطريقه. بالنسبه لبنات العجين اللي كنت درت فيه قشور ديال البرتقال هو اللي غادي ندير به ريش بونط. وبالنسبه الشكل الثاني اللي حربلته والشكل ديال الهلال غادي يكون التزيين ديالهم في شكل، وحتى المذاق ديالهم غادي يكون مختلف واخا نفس العجين. وبالنسبه للشكل الاخير وهو الشكل الرابع حتى هو غادي يكون المذاق ديالهم مختلف والشكل كيكون مختلف. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل هذا الشكل الثالث حتى هو اللي على شكل هلال، وحتى هو غادي ندخلو للفران كنشعل عليها من الفوق غير كتبدا تحمر ليا، ماشي تحمر ليا بزاف بزاف، غير كتبدا الذهب كنشعل عليها من الفوق كنخرجها. راه دغيا كطيب البنات هاد الحلوه، ردوا معاها البال ما تخليوهاش تحمر اكثر من القياس. صافي بالنسبه هنا الشكل الرابع وهو الشكل الاخير حتى هو غادي نشكلو بهذه الطريقه. كناخذ كميه كنشكلها على شكل غريبه بهذا الشكل هذا، وكندير ليها واحد الحفيره في الوسط. هذيك الحفيره البنات هي باش غادي نعمروها. انا غادي نعمرها بالكراميل هو اللي عندي، ممكن تعمروها بالشوكولات بالكوفيتير، كيبقى لكم الاختيار. تزيين زينيه لاله كيف ما بغيتي اهم حاجه كما قلت لكم هو العجين. صافي هنايا بعد ما كملتها غادي ندخلها حتى هي الفران وغادي ندوز معكم للتزيين ان شاء الله. وهنايا البنات بعد ما طابوا لينا الحليوات كيجيو بهذا الشكل هذا اللي على شكل هلال كما شفتوا. وهذه اللي درت ليها الفلون ديال الشوكولات اللي درت لها ديك الحفيره في الوسط. كندخلها للفران تقريبا واحد 2 دقائق 3 دقائق، كنعاود نخرج اللاطه وكنعاود ندير ليها ديك الحفيره، لانها ملي كندخلها للفران كتبدا تجمع ليا ديك الحفيره، وحاجتنا فيها اننا نعمروا ديك الحفيره ما خاصهاش تجمع لينا نهائيا. كنعاود ندير ديك الحفيره من جديد. صافي والشكل الثالث والرابع. وهنا بالنسبه لبنات الزيين عندي هنا الكوفيتير اللي ضفت عليه ما زهر، وعندي سكر كلاصي، عندي الكوك وعندي العسل، عندي الكراميل وعندي الكوك اللي حمرته في المقله. كيجيو المذاق ديالو زوين وحتى اللون ديالو كيجي مذهب وكيجي مختلف. هنايا اول حاجه اللي غنبدا بها هي ريش بوند. خديت الكوفيتير ديال الحلوه اللي كيكون هذاك الخفيف درته في الكاسرونه، ضفت عليه واحد شويه ديال المزهر درته فوق البوطه غير واحد شويه، ومن بعد حيدته وكنغطس فيه هذه الحلوه هذه، ومن بعد كنحيدها من الكوفيتير وكندوزها في الكوك. بالنسبه لبنات الكوك حاولوا خذوا الكوك اللي تكون النوعيه ديالو مزيانه، هذاك الكوك اللي كيكون رقيق
وكتحكيه بين يديك كيطلق لك الدسم. ماشي هذاك الكوك اللي كيكونوا الحبيبات ديالو غلاظ راه كيكون ناشف وما كيجيش زوين نهائيا في الحلوه. صافي هنا غادي نستمر بنفس الطريقه، كندوز الحلوه في الكوفيتير ومن بعد كندوزها في الكوك، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل هاد الكميه اللي عندي ديال الحلوه. وكيكون هذا هو الشكل ديالها بعد ما كملتها، راه كتخرج لينا ما شاء الله كميه اللي هي كثيره. وغادي ندوزو دابا الحلوه الثانيه اولا الشكل الثاني اللي غادي ندوزو في العسل. هنا عندي العسل كما شفتوا، عسل اللي كيكون خفيف بطبيعه الحال. غادي ندير هاد الحلوه غندوزها في العسل، وكنحاولوا البنات نسقطروها مزيان مزيان، لان الا ما سقطرتوهاش مزيان ودوزتوها في الكوك اللي محمر، ملي كتحطوها يعني هذاك العسل كيبدا يهبط. داكشي علاش نحاولوا مني نديروها في العسل نسقطروها من العسل مزيان حتى كتسقطر، ومن بعد كندوزوها في الكوك اللي حمرته من قبل بهذا الشكل هذا حتى هي الشكل ديالها كيجي زوين. الا بغيتو تزينوها بشي خطوط ديال الشوكولاط الابيض اولا الشوكولاط الكحل كيبقى لكم اختيار. انا خليتها غير هكاك، ما كانش عندي الشوكولاط داكشي علاش ما درتوش. صافي حتى هي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكملها، وهذا هو الشكل ديالها كيفاش كيجي. وغادي ندوز للشكل الثالث هذا ديال الشوكولاط اللي درنا فيه الفلون. غادي نعمر البنات هاد الحفيرات بهاد الكراميل اللي عندي واجد. ممكن تعمروها بالكوفيتير، ممكن انكم ديروا الشوكولات، كيبقى لكم الاختيار، ديروا ليها كيف ما بغيتوا. المهم اللي عندكم قضيو به. صافي هنا غادي نعمرهم كاملين، وممكن حتى هما تزينوهم بخطوط ديال الشوكولات الابيض كيجي الشكل ديالها زوين. اولا ديروا هذوك العقيقات ديال الصابلي الوسط ديال هاد الكراميل كيجي الشكل ديالها زوين. انا ما عنديش داكشي علاش خليتها غير هكاك. وغادي ندوز دابا للشكل الرابع وهو ديال الهلال. هنا عندي سكر كلاصي سبيسيال ديال الحلوه. غادي ندوز هاد الهلاليات في سكر كلاصي، وحتى هو غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. وهنايا كما كتشوفوا معايا بعد ما ساليت الحليوات كاملين، هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. الصراحه البنات هاد الحلوه كتجي هشيشه، كتجي زوينه، وكما شفتوا معايا بعجينه وحده خرجنا هاد الاشكال كاملين ديال الحليوه ديال العيد، اشكال مختلفه وحتى المذاقات كيكونوا مختلفين. يلا والبنات اللي باقا ما دارت حلوه العيد نوض اختي تشمر على دراعها وديرها، راه كتوجد دغيا دغيا وما فيهاش كما شفتوا معايا كثره المكونات، وما كنحتاجوا لا مرشم لا والو، غير بيدينا وبعجينه وحده. تبارك الله خرجنا هذا الخير كامل، وبعجينه وحده كما قلت لكم راه كتخرج لينا كميه كثيره ديال هذه الحلوه هذه. كنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش كما العاده من اللايكات ديالكم، وغنقول لكم تهلاو ليا في روسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.